الحكم السادس عبد الله السعيد. كرة ملعوبة لصالح فريق النادي القنيطري. قبل أن أتمم الحكام خطيرة. النادي القنيطري بلال بيات يسجل الأهداف. الماضي كان يعني اغلب اهدافه كانت تقدم 3 نقاط في المباريات التي كان يلعبها. واتذكر مباراه اولمبيك اسفي والنادي القنيطري مباراه الاياب هدف ب3 نقاط. شوف التحضير، شوف التركيز، كونترول ممتاز بالراس، كانت مركزه، يعني تقنيه جميله واداء جميل من لاعبي فريق النادي القنيطري مع انطلاقه اطوار هذه المباراه. السيد بوليفه كيعطي الاذن بالتنفيذ. جدا فيها التركيز، فيها الدقه، فيها التصويب في المكان المناسب. شادوا مع الحارس يوسف بن مويح ما تحركش من المكان ديالو، تابعه فقط بالعين المجرده. يعني هدف يعني جميل وفعل. كره ملعوبه داخل منطقه العمليات باليد ولكن واش داخل منطقه العمليات؟ جزاء العميد بورواس كيسجل الهدف. شاهدوا معايا هنا كيتم التسجيل بصوره جميله للعميد الفريق يعني برواس. اذا 2 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. الهدف مثل هذه الاخطاء. نعم كره ملعوبه فابريز خطيره جدا. هذا الاداء صراحه اعلق واصفق لهذا الاداء اللي حضر في المباراه ديال اليوم. شاهدوا معايا الهدف خطا دفاعي قاتل. بطبيعه الحال فابريس يستغل الفرصه. اللاعبين اللي كيكونوا محترفين. كره ملعوبه لصالح فريق النادي القنيطري. تصويبه كره لعبات يعني خلف المدافع. هدف جميل. تصويبه قويه بشكل كبير. يعني كيتمكن من تسجيل الهدف ديالو. اول لمسه، اول هدف، كره. شاهدوا معايا داخل منطقة العمليات. خالد سقاط كينفاد والحارس ممتاز يوسف بن مويح. كنتابعوا اللقطة الماضية بالرجل اليسرى. موضوع ممتاز للحارس يوسف بن مويح. شيخ الأغدف شباب مسيرة مولودية وجدة، ولكن سنعاين هذه المحاولة. كرة ملعوبة داخل منطقة العمليات خطيرة. كنتابعوا الإعادة. لعبات كرة مباشرة للمرمى. فكروش ما تمكنش من إخراج هذه الكرة، كانت مباغتة. هدف رابع وجميل صراحة، جميل. النادي